السلام عليكم، يسعد أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة كتير زاكية. طبعا بتعب وأنا بحكي لكم إنها زاكية لأنه فعليا إشي مميز وفخم جدا جدا جدا. كيك الآيس كريم. طبعا صحيح مكوناتها شوي كتيرة، بس فعليا بتطلعوا بنتيجة كتير إبداع. يعني إذا سويتوها لضيوفكم بتبيض وجهكم 100%. تعالوا نشوف كيف الطريقة وشو المكونات. تابعوني لآخر الفيديو. أول شي بنستعرض المكونات. شايفين هاي هي مكونات الكيكة القاعدة. طبعا بدي أحكي لكم معلومة قبل ما نبلش بصنع الكيكة، إنه إحنا بحاجة لقالبين. طبعا أنا ما عندي غير قالب، وأتوقع إنه أنتو كمان ما عندكم غير قالب. هلأ علشان نحل هاي المشكلة، لأنه بدنا قالب للكيكة وقالب للآيس كريم، يا إنه بنستنى عبين ما نخبز الكيكة ولحتى تبرد بناخد القالب وبنحط فيه الايس كريم، يا انه بتعملوا زي ما انا عملت. هون بنجيب 3 طبقات قصدير بنحطهم فوق بعض، تمام، لحتى يتشكل عندي قالب. طبعا هاي القالب القصدير رح نحط فيها الايس كريم، ما بنحط فيها الكيكة لانه ممكن يأثر على توزيع الحرارة، فعشان هيك بنحطها للايس كريم وبنحط فيها الخليط وبنحطها بالفريزر لحتى تجمد. او زي ما حكيت لكم انه بتتركوا الكيكه تبرد بعدين تستخدموا القالب. انا بفضل انه تستنوا الكيكه تبرد وتستخدموا القالب لحتى تطلع القياس 100%. ونسيت احكي لكم انه قياس القالب 20 سنتي. وهلا بنبلش بتحضير الكيكه. طبعا كل المكونات لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. المكونات رح تكون قليله لانه اصلا بدنا نعمل يعني طبقه صغيره من الكيك، ما بدنا اياها كتير عاليه لانها هي رح تكون القاعده. بنحط بيضه بدرجه حراره الغرفه، و3/4 كوب سكر. طبعا تقدروا تتحكموا بالسكر، ممكن تحطوا نص كوب، نقطه خل، ومعلقه فانيلا، سوري، نص معلقه فانيلا صغيره. وبنخفقهم كتير منيح لحتى تتجانس كل المكونات. بنضيف كوب من الحليب السائل، بنخفقه كتير منيح. بعدين بنضيف نص كوب من الزيت النباتي، أي نوع زيت نباتي عندكم، وبنخفقهم كتير منيح لحتى يتجانس الخليط. هلأ بنجيب المكونات الجافة. عنا كوب من الطحين، وعنا ربع كوب من الكاكاو الخام غير المحلى، وبنضيف عليهم نص معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة بيكنج صودا، ورشة ملح. بنخلطهم كتير منيح لحتى تتجانس المكونات مع بعض وما يضل أي تكتلات، ويفضل إنه ننخل الخليط الجاف أحسن. هلأ بنضيف الخليط الجاف على الخليط السائل وبنخلطهم مع بعض كتير منيح لحتى يتجانس الخليط. طبعا بتقدروا تستخدموا الخلاط الكهربائي وبتقدروا تستخدموا الخلاط اليدوي، ولكن أهم شيء إنه تخفقوا كل إشي مع بعض كتير منيح. هلأ ما بزبط إنه نستخدم المعلقة لأنه ممكن يضل تكتلات ما تدوب، عشان هيك الأفضل إنه نستخدم الخفاق اليدوي. هلأ إذا بدكم أسرع الخلاط الكهربائي أحسن. بنخفق المكونات كتير منيح. وهلأ بنجهز الصينية لحتى نحطها بالفرن. طبعا الفرن بتحموه قبل ب10 دقايق أو 5 دقايق على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. طبعا بترشوا القالب زيت أو زبدة. هلا أنا هاد رشاش زبدة، فعشان هيك ما بحط طحين. إذا أنتوا رشاتوا زيت حطوا فوقيها طبقة طحين لحتى ما تلزق الكيكة. وبنحط الخليط بالقالب وبندخله للفرن. تقريبا أخذت معي 25 ل 30 دقيقة. راقبوها، حطوا فيها سكينة مثلا أو عود خشبي لحتى تعرفوا إذا انتهت الاستواء أو لا. بس تقريبا هي بتاخد 25 ل 30 دقيقة حسب نوع الفرن عندكم. وهلأ بنبلش بتحضير طبقة الآيس كريم لحتى تستوي الكيكة. هاي هي المكونات لطبقة الآيس كريم. طبعا رح احكي لكم اذا في شغلات بتقدروا تستغنوا عنها وفي شغلات ما بتقدروا تستغنوا عنها عشان هي بتجيب طعم الايس كريم. اول شي بنحط كوب من كريمة الخفق. طبعا اساسي جدا بهاي الوصفة انه كريمة خفق لحتى تعطيها طعم كتير زاكي. هون حطيت 4 معالق من الكريم شانتيه، بتقدر تستبدلوها بباكيت دريم ويب. طبعا رح تسألوني ليش حطينا كريمة دريم ويب أو كريمة بودرة مع إنه إحنا حاطين كريمة خفق. هلا كريمة الخفق بتعطي الطعم الكتير زاكي، والكريمة البودرة بتعطي القوام المتماسك. بنحطهم مع بعض وبنخفقهم لحتى تتقل الكريمة. طبعا انتبهوا كتير منيح لأنه كريمة الخفق إذا ضربتوها أكتر من اللازم ممكن تفصل،
فعشان هيك أول ما تتماسك فورا بنوقف خفق. المميز بهاي الوصفة انه طعمها قريب من التشيز كيك. حطيت انا هون 8 قطع كيري، جبنة كيري، وحطيت علبة من القشطة ونص علبة من الحليب المكثف. هلا انتوا بتقدروا تستغنوا عن القشطة والجبنة، بس انا بنصحكم انه لا تستغنوا عنهم لانه هم بيعطوها الطعم الغني وطعم كتير زاكي، خاصة الجبنة بتعملها كأنها تشيز كيك. بنخفقهم كتير منيح وبنحاول انه ما نخلي فيه تكتلات، خاص نص الجبنة. اذا غلبتكم الجبنة او شفتوا انها يعني رح تغلبكم، بتقدروا قبل ما تحطوها هيك تعملوها بشوكة على جنب، بعدين تضيفوها على الخليط. هيك بعد ما خلطنا الخليط، هلا انتوا بتقدروا تضيفوا اي اضافة. بتقدروا تضيفوا بسكوت اوريو، بس انا حبيت اضيف بسكوت اللوتس لاني بحبه كتير. بنضيف اي بسكوت احنا حابينه، وبتقدروا تخلوها سادة كمان، يعني ما في مشكلة. بنضيفه وبنخلطه كتير منيح. هيك بتكون عنا خليط الايس كريم جاهز. وبالنسبة للحلاوة، حلاوتها كتير معتدلة، يعني لا تزيدوا سكر ولا تزيدوا حليب مكثف اكتر من هيك. وهلأ بنجيب القالب اللي عملناه مع بعض وبنحط فيه خليط الايس كريم وبندخله الفريزر اقل شي 6 ساعات، والافضل انكم تتركوها ليلة كاملة. بعد ما حطينا الخليط بنخبطه هيك خبطتين 3 لحتى نضمن انه من تحت كلياته يكون متساوي، وبنحط عليه تغليف من فوق نايلون وبندخله الفريزر مثل ما حكيت لكم اقل شي 6 ساعات. وهلا بنعمل الجناش. طبعا الجناش انا قررت ازين الكيكة بالجناش، طبعا انتوا بتقدروا تزينوها باي طريقة تانية. هون حطيت كوب من الشوكولاتة، خلطت ما بين الدارك والحليب. هلا كوب الكريمة الخفق بندخلها الميكروويف، بنسخنها تسخين ما بنخليها تغلي، وبنضيف عليها الشوكولاتة وبنحركها كتير منيح. وبس تذوب الشوكولاتة كلياتها هيك بيكون عنا الجناش جاهز، وبنتركه على جنب لحتى يبرد، وبنبلش نحضر بطبقات الكيكة. هلأ بعد ما طلعت الكيكة من الفرن وبردت 100%، بجيبها وبقص الأطراف الزائدة من فوق. زي ما انتو شايفين عنا هون قمة للكيكة، فأنا رح أشيلها لحتى تكون الكيكة كلياتها متساوية. طبعا بتقدر تستخدموا السكينة وبتقدروا تستخدموا الخيط، ولكن أنا هون عندي المنشار المخصص لتقطيع الكيك فأنا استخدمته. وبالنسبة للقطعة الزيادة لا تكبوها، خلوا الأطفال ياكلوها، أو تقدروا تعملوا فيها اي نوع حلو، بس هي كتير صغيرة يعني مش مستاهلة، فخلوا الاطفال ياكلوها. هلا شوفوا هيك الكيكة ما شاء الله كيف اسفنجية وكيف كلياتها صارت مستوى واحد. هلا بنجيب اي شي انتو حابين تحطوا عليه الكيكة وبنحط عليه شوي من الجناش. ممكن اذا ما عندكم جناش تحطوا شوية كريمة او شوكولاتة تذوبوها لحتى تثبت الكيكة وما تتحرك يمين وشمال لما نزينها، ونعرف نتحرك منيح. هلأ بنبلش بالتزيين. طبعا أنا هون حطيت طبقة من الجناش لحتى ألزق فيها طبقة الآيس كريم، رح تشوفوا كيف. بندهن كل الكيكة من فوق وبنوزعها كتير منيح. وهلأ هون بعد ما حطيت الآيس كريم مدة 6 ساعات بالفريزر، طلتها وبدي أحطها على طبقة الكيك. طبعا طلع أكبر شوي صغيرة من الكيك، فعشان هيك أنا نصحتكم إنه تعملوه بنفس القالب لحتى المقاس يكون 100%. هلا أنا هون حطيت الجناش على الآيس كريم. طبعا رح تلاحظوا إنه الشوكولاتة بسرعة رح تجمد لأنه أصلا قالب الآيس كريم كتير بارد متجمد يعني. طبعا انتوا بتقدروا تزينوا بالطريقة اللي بدكم اياها. ممكن تزينوا مثلا بزبدة اللوتس، ممكن بالنوتيلا، ممكن ما تحطوا عليه ولا اشي، بس زي ما حكيت لكم هذا الاشي ذوق شخصي. انا هون حبيت كمان احط بسكوت اللوتس على الاطراف، بما اني استخدمت بسكوت اللوتس جوا خلطة الايس كريم. وحبيت ازينها بشوية بسكوت اللوتس القطع الكاملة، وحطيت شوية ورد. يعني انتوا بتقدروا تتفننوا في الكيكة زي ما بدكم. هذا الاشي زي ما حكيت لكم ذوق شخصي، بس فعليا رح تنبسطوا كتير وانتوا بتزينوا فيها لانه رح تحسوا بالانجاز. هلا اجى الوقت اني افرجيكم الكيكة من جوا. طبعا ما احكي لكم الكيكة شكلها كتير بشهي وطعمها كتير 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 زاكي، يعني عن جد عن جد ضيافة فاخرة جدا، يعني ضيافة بتبيض الوجه
بنصحكم تجربوها وخصوصا بالأيام الشوب لأنه بتبرد على القلب وكتير زاكية. وعلى فكرة بتضل كتير، يعني بتضل أسبوع كامل في التلاجة في الفريزر، أو يعني 5 أيام ما بتغير طعمها أبدا. أهم إشي تغلفوها كتير منيح. طبعا أنا هون بعد ما زينتها فورا صورتها ما دخلتها الفريزر، فعشان هيك رح تشوفوا إنها كتير سهلة التقطيع. ولكن انتوا لما تحطوها للضيوف لازم تكونوا مدخليها الفريزر تكون جامدة، وتطلعوها قبل ب5 دقايق بس لحتى ما تدوب إذا كانت الدنيا شوب. شوفوا شكلها من جوا كيف كتير كتير زاكية. طبعا أنا صورت لكم إياها هيك بدون ما أقطعها أو ناكلها يعني خلال التصوير، لأنه كانت لعيد ميلاد فاضطرينا إنه نرجع القطعة ونلزقها. بس صراحة كانت كتير بتشهي. تقدروا تعملوها لأعياد ميلاد أطفالكم، للماتكم مع أصحابكم، لرحلكم. كتير بتشهي وبصراحة خفيفة حتى، يعني مش دسمة كتير. إذا حبيتوا الوصفة لا تنسوا تشاركوها مع أصدقائكم، ولا تنسوا تدعموني بلايك للفيديو وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا. وإذا عملتوها لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.